أختها فاطمة، ونستهل إذاعتنا بآيات من القرآن الكريم تتلوها الطالبة سمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. ونستريح في رياض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع الحديث والطالبة حفصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والآن مع الدعاء والطالبة الأمينة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والآن مع فقرة عن العلماء المصريين والطالبة جنة. أينشتاين العرب مصطفى مشرفة. حصل مشرفة على دكتوراه في العلوم من جامعة الملك بلندن عام 1924، يصبح بذلك أول عربي يحصل على الدكتوراه في العلوم. دارت أبحاث مشرفة حول إيجاد مقياس للفراغ، حيث كانت هندسة الفراغ مبنية على نظرية ألبرت أينشتاين تتعرض فقط لحركة الجسيم المتحرك في مجال الجاذبية. يعتبر العالم المصري علي مصطفى مشرفة أحد القلائل الذين عرفوا سر تفكيك الذرة ومن الرافضين لاستخدامها في الحرب، وكان أول من أضاف فكرة أن الهيدروجين يمكن أن تصنع منه قنبلة هيدروجينية. فاروق الباز. يعتبر فاروق الباز أشهر العلماء المصريين على مستوى مصر والعالم في مجال التكنولوجيا، وهو من مواليد محافظة الشرقية عام 1938، وحصل على بكالوريوس من جامعة عين شمس. استكمل الباز دراسته بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو عالم مصري أمريكي عمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط لاستكشاف الجيولوجي للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، تدريب رواد الفضاء على اختيار عينات مناسبة من تربة القمر وإحضارها إلى الأرض للتحليل والدراسة. ويشغل حاليا منصب عضو المجلس الاستشاري لمجلس علماء مصر التابع لرئاسة الجمهورية. عصام حجي، عالم الفلك والكواكب والسماء. هكذا وصف الدكتور عصام حجي عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية والمستشار العلمي للرئيس السابق عدلي منصور. وحصل حجي على بكالوريوس العلوم بجامعة القاهرة، ثم على أول دراسة مصرية في اكتشاف الكواكب عام 2002. يعمل الدكتور عصام حجي حاليا في معمل محركات الدفع الصاروخي بوكالة ناسا الأمريكية في القسم المختص بالتصوير بالرادار، والذي يشرف على العديد من المهام العلمية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية. وفي الختام نشكر لكم لحسن استماعكم. دمتم في رعاية الله وأمنه.